أهلا بكم. قبل أكثر من 120 عاماً بدأ خليل رعد عميد المصورين الفوتوغرافيين الفلسطينيين مسيرته في شارع يافا في مدينة القدس المحتلة، يوثق حياة الفلسطينيين في شوارعها وشوارع حيفا ويافا ورام الله والجليل. فخلال 6 عقود متواصلة صور رعد الحياة اليومية الفلسطينية ووثقها إلى يومنا هذا. واليوم يبدع شباب وشابات من كل فلسطين في توثيق ما يحيط بهم عبر التقاط الصور بكاميراتهم التي لا تفارقهم في السلم والحرب في الليل أو النهار، فتصل صورة أحدهم إلى ضواحي نيويورك وأخرى إلى أرياف لندن. تحدث العالم عن فلسطين وأهل فلسطين. اليوم في حلقة برنامج شباب للوطن من غزة نتحدث عن الشباب المصورين الفوتوغرافيين الهواة والذين يعملون بشكل حر ويتحدون المتاعب في التقاط الصورة قد تترك أثراً كبيراً في كل من يشاهدها. أرحب بضيوفي في الاستوديو المصور ضياء الأغا، أهلاً ومرحباً بك، والمصورة أسماء الخالدي، وعبر الهاتف معنا المصورة صابرين عمري من الداخل الفلسطيني المحتل من مرج بن عامر. أهلاً ومرحباً بك يا صابرين. طيب أبدأ معك ضياء، يعني برأيك من هو المصور؟ من يمتلك كاميرا أم من يمتلك نظرة مختلفة ويوثقها عن طريق الكاميرا؟ أولاً أهلا وسهلا فيكم وشكراً كثير لقناة فلسطين اليوم لاستضافتنا اليوم. بالنسبة للتصوير، التصوير هو يعني في عنا محترف وفي عنا هاوي. بيبدأ الإنسان أو المصور طبيعة الحال بيبدأ بهاوي، وبعد كده بصير من تطوير نفسه وشوية شوية بيصل لمرحلة إنه محترف. فالاحتراف هو احتضان للهواة. طيب كل شخص بيمسك كاميرا ممكن نقول عنه مصور، ولا في إشي بيميز بالمصور؟ هو لا شك انه في عندنا كثير ناس بتمسك كاميرات وكل يوم يعني طبعا بصير الشاب نفسه او الفتاة نفسها اللي معاها الكاميرا تحاول انها يعني هي تقليد للاخرين، زائد انه في عنده احساس داخلي. يعني في ناس عندها بتقول لك انا حبيت اصور، انا في عندي هواية اني اجمع صور حلوة، فبحب انه يكمل الهوايه هذه او الحافز هذا او الدافع انه يجيب كاميرا ويصور ويبدا انه يصور. الا هيك بتلاقي بعد مرات في شباب يعني معاه كاميرا لكن للاسف لا يتقن التقاط الصوره بشكل سليم. البعض الاخر بيلتقطها بشكل سليم، زائد انه بطور نفسه من خلال متابعه برامج، متابعه مصورين. بحاول انه في اكثر من مره او في اكثر من شيء انه يزيد يعني الاحتكاك مع المصورين، الاحتكاك مع الاخرين. ما بخليها مجرد ما بخلي هوايه، يعني ما بخلي احلامه توقف في نقطه معينه، تمام. بخلي في عنده استمراريه، من يعني بيصير ياخذ ويعطي، ياخذ معلومات ويحاول انه ايش يمارس ويطبق هذه الفكره لشيء عملي، والنتائج بتكون سليمه وافضل ان شاء الله. تمام. أسماء، كيف بدأتي بالتصوير؟ شو اللي خلاك تتجهي نحو هذا المجال؟ أول شيء مساء الخير عليكم كلكم. أول شيء أنا كان عندي هوس تجميع الصور الحلوة باختلاف الكاتيجوريز تاعتها. من هون إنه صار عندي طب ليش ما أنا أعمل هاي الصور. فمن هون بدأت أهتم بفن التصوير الفوتوغرافي، أبحث في الإنترنت عنه، عن تعريفه، عن كيف الواحد ممكن يكون مصور. فاقتنيت كاميرا وبدأت على أرض الواقع أصور، وبدأت أطور من نفسي. ما تمكنت من إني أخذ دورة تصوير فوتوغرافي، لكن يعني سيلف ليرنينج كان في البيت. فدرجت إنه تعلمت الأساسيات، طبقت وبعدها مارست. تقريبا كم سنة يعني أسماء لها بتمسك الكاميرا وبتحاول وبتطور حالها؟ قبل 4 سنين لهلا. حسيتي في فرق ما بين صورك بالأول وصورك الآن؟ أكيد لما الواحد يشتغل على حاله يكون هدفه إنه يطور من قدراته، أكيد رح يلاحظ هذا الفرق في الإنجازات تاعته وفي الشغل اللي هو عم يعمله. وضياء، من كم سنة لك بتصور، وشو الفرق ما بين ضياء أول ما مسك الكاميرا وضياء الآن؟ فرق كتير ملحوظ. يعني أنا من 5 سنوات تقريبا، أو تقريبا 5 سنوات 2009 لغاية اليوم
كتير اتطورت المراحل كتير يعني. الصورة كانت في الأول بالموبايل، بعدين بالكاميرا، بعدين صار في كاميرا احترافية، بعدين الأمور كانت يعني في اختلاف واضح في الصورة. صحيح هذا الكلام. طيب كمان أيضا معنا عبر الهاتف صابرين عمري من الداخل المحتل. صابرين بالبداية مساء الخير عليكي، ويعني عارفين عن صابرين المصورة، كم إلك في هذا المجال وشو اللي خلاك تتجهي نحو التصوير؟ مساء الخير للجميع. بحب أهنيكم بالأول بالعيد، كل عام وانتم بخير. أسماء، ضياء، وديمة، وشكرا لكم على الاستضافة الحلوة. في البداية أنا صابرين عمري، مدرسة. بدايتي كمصورة من 5 سنين. ما كنتش أسمي حالي مصورة، أنا عمليا بلشت أصور بلادنا الحلوة والقرى اللي أنا بقدر أوصلها في الداخل. ولما بلشت أنشر الصور على صفحة الفيسبوك وعلى الإنترنت، بلشت أشعر قديش في ناس عندها حرقة، اللي هن الفلسطينية المغتربين والفلسطينية، وكل إنسان مشتاق وعاشق لتراب فلسطين اللي بيقدرش يوصل لفلسطين الداخل، الفلسطين المحتلة. حسيت قبل ما أشعر إنه أنا عندي هذيك الهواية إني أوسعها وأكبرها، حسيت إنه أنا واجبي كإنسانة فلسطينية موجودة في الداخل الفلسطيني أنقل صورة فلسطين الحلوة، فلسطين الجميلة، فلسطين البلاد الخضراء، فلسطين الشلالات، الجمال، الطبيعة، أنقلها لكل المشتاق لفلسطين. فمن هون كانت البداية. ومن 5 سنين بلشت أهتم أكثر بالتصوير الفوتوغرافي، لحد ما الحمد لله وصلت يعني لمرحلة لا بأس فيها، اللي أنا راضية تقريبا عنها، ولكن طبعا دائما راح يكون في طموح للأفضل للأحسن. احنا رح نشوف على الشاشة صوركم طبعا لحتى نعرف المشاهدين أكثر عليكم. ضياء، يعني بينما رح نشوف صورك بعد قليل، خبرنا ما هي الصورة من وجهة نظرك؟ الصورة يعني كتير في إلها تعريف وكتير في إلها. أنت شو اللي بتعتبره هذه صورة تستحق؟ يعني هي الصورة محتوى. يعني فعلا هي الصورة، يعني اللي أنا بشوفه بيختلف عن أي مصور تاني. الصورة بتحتوي على روح دايما، يعني بين قوسين أكشن فيها. الصورة لازم تكون. طيب هاي اللي بنشوفها مش صورتك، هذه حدا مصور؟ هذا حدا صور. هذا في المنخفض. في المنخفض كان كنا بننقل المعاناة وبننقل ايش اللي صار بالضبط. فكان في عندنا الرجال البلدية شغالين يعني كثير، واحنا كنا يعني معاهم برضه، كنا في الميدان نفسه. هي هذه نفسها الصورة، فالزميل المصور أخذها لهذه الصورة. في عندنا هنا البحر والغروب، وهذا الرجال هو وعيلته وأولاده بيحاولوا يصطادوا رزقهم من البحر. فالصورة هي بطبيعة الحال يعني كتير في صور للبحر يا ضياء، بس كل مصور تختلف نظرته عن الآخر. يعني هي فعليا الصورة محتوى، سواء كان جمالي أو مش جمالي، مفرح أو محزن، في نفس الوقت هي نفسها يعني ما تراه أنت بتجسده من خلال التقاطك بس بالكاميرا لهذه الصورة أو لهذا اللوكيشن، لهذا الموقع أو لهذا في صور تانية كمان. في صور تانية هذه خلال تدريب الفتوة. كانت في المدارس هذه، لما وزارة التربية والتعليم صارت تدرب الأطفال كده إنه يصير عنده فتوة أقوى من أجل خدمة الوطن. فكان عندنا تصوير، بنحس إنه في روح بالصورة، بنحس في روح. أيوة، في أكشن. يعني هذا المظهر الجمالي من شباك الغرفة، يعني مش بعيد من عندنا من البيت. فكان الجو يومها حلو كتير، واخذنا الصورة. هذه يمكن صورة جمالية أكثر. هذه صورة جمالية، يعني هذه فيها تعزيز للوطن والتثبت في الأرض، يعني العلم الفلسطيني والقمح والحصاد. بس هذه الصورة أو صورة البحر مثلا بتخلينا نقتنع إنه المصور اللي بده يتميز لازم يصنع كمان الكادر، لازم يعني يصنع شيء مميز فيه. قديش بتاخذ وقت وأنت بتفكر كيف أعمل الصورة، ولا هي هيك؟ والله هو حسب، لا ما فيش إشي بيجي هيك على السريع. لا حسب. يعني أنا في مثلا صورة ممكن أخذها في الليل تختلف عن صورة النهار اللي في العادية اللي في الشارع مثلا أو في موسم معين. فكل صورة إلها طبيعة التقاط أو إلها طبيعة
فعلا هي لها طبيعة، مش كل يعني مش دائما، يعني صورة النهار تختلف عن الليل، عن الصبح، عن العصر، عن الظهر. وانت صرت عارف هذه انا الاختلافات خلص صرت يعني من وبتختار خلال الوقت. الخبرة، خلص الواحد صار يعرف ايش المهم وايش المطلوب. وبعدين زي ما بقولوا انا ممكن اشوف هي الصورة احساس. اها. الصورة فعلا أنا ممكن أحس الصورة قبل ما أخذها، أو ممكن أنا وأنا نازل البحر مثلا أستشعر في دماغي إيش في صورة حلوة ممكن، وخلال تكوين معين أو لحظة معينة أقتنص الصورة هذه وخلاص. هي الصورة رسمتها على السريع يعني في بالي وعلى أرض الواقع. أسماء، شو أكثر الأشياء اللي بتحبي تصوريها؟ شو أكثر الأنواع التصوير اللي بتحبي إنك أنت تكملي فيها؟ أكثر نوعين هو الابستراكت فوتوغرافي اللي هو التجريدي، والديلي لايف فوتوغرافي تصوير الحياة اليومية. بما إنه أنا في غزة، هذا الجانب فيني أخذ فيه كتير أشياء، يعني كتير قصص بتصير عندنا في غزة، كتير فعاليات، كتير أحداث مش متوقعة ومتوقعة بتصير في غزة. هذه بتستحق أنك توثقيها، تعملي عليها قصة، يعني غني يعني بعض الشيء هذا. طيب خلينا نشوف شيء من صورك على الشاشة. هاي صورة قد تبدو للبعض إنه كتير طبيعية، كتير بنشوفها، أصلا هي كانت كيف بشوفها المصور غير؟ هذيك الصورة الأولى يعني كانت هي في شهر رمضان بدايته، أول تاني يوم. كنت في المسجد حابة أصور كيف الناس بتتعبد في شهر رمضان، فشفت هذا بدل ما احنا دائما ناخذ الصور التقليديه الموجوده عن شهر رمضان وبنحطها او بننشرها. صحيح. فانتي صنعتي بالضبط صوره لإلك. نفس الرؤيه هاي. فكنت في المسجد، فلفتني هذا الشاب انه كنت انا بصور لكن هو ما التفت الي بالمره. كان كثير مركز في المصحف اللي عم يقرا فيه، فلقطت هاي الصوره. وفي صور تانية كمان هلا رح نشوف توثيق الحياة اليومية زي ما قلتي، المجال اللي صرتي تحبيه. هذه في صلاة عيد الأضحى 2013. كانوا بنات بعد صلاة العيد أثناء الخطبة، بنات صغار مبسوطين في العيد وكانوا بيجروا بملابس الصلاة، بس هم مبسوطين مستعجلين على فرحة العيد. هذه صورة ب 2013 بديتها في بيت حنون عند الخط الشرقي. صدفة هي أنا رحت على هذا المكان مع والدي. لفتني إنه كيف المنطقة كتير خطيرة وهم عايشين عليها على الحدود. انتوا كيف عايشين هون؟ فحكيت معهم إنه كيف هم بيعيشوا في ظل الحروب اللي مرت علينا والممكن يعني unexpected status تصير عندهم، كيف بتعاملوا. لقيت إنهم ماخذين الأمر طبيعي عادي عايشين. بالتالي هاي صورة الحياة طبيعية بغض النظر على مدى الخطورة وكمان كانوا مبسوطين. طيب حبل الغسيل ليش كثير المصورين بحبوا يصوروه؟ هلا هاي أول شيء في معسكر الشاطئ للاجئين. يمكن أكثر إشي بيميز المخيمات اللاجئين في فلسطين وخارج فلسطين هو حبل الغسيل. يعني البيوت اللي برا البيت لأنه ما في وسع جوا. بالضبط، إنه البيوت كتير قريبة على بعض ومكان ضيق، فما في بلكونة يمكن كتير إنهم ينشروا فيها، فبيعملوا حبل وبنشر عليه الأوعية تاعتهم. رمز هي. وهاي الصورة هذه كانت ضمن فوتو ماراثون بالستاين فوتو ماراثون ل 2013. كانت هي زي مسابقة إنه بيكون عندك كذا كاتيجوري إنك تمشي على أساسه تصور الصور. هذه الصورة كانت تحت عنوان ديكي تردي. إنهم بيلعبوا لكن البيئة اللي حواليهم زي ما احنا شايفين مش بيئة لعب ابدا. بالضبط. بتجسد جانب من معاناة او الحياة اليومية في غزة. صح انه في دمار وفي وجع وكذا، بس في اطفال بيلعبوا. تمام، حلو كتير. طيب يعني سألت ضياء، كتير بيركزوا المصورين على البحر بس كمان كتير بيركزوا على الاطفال. ليش دائما كتير صور بتركز على الاطفال اللي بيلعبوا؟ الاطفال ايش يمكن الرساله المميزه بحسوها المصورين اذا بدهم يركزوا على هذه الفئه؟ الاطفال بالنسبه إلي بيتعاملوا معك قدام الكاميرا بشكل عفوي كتير، بشكل بريء كتير. بتلاقي الروح اللي انت بتبحثي عنها في الصوره بعيدا عن التصنع. هي اصلا لما تصوري اطفال بتحسي انت نفسك بالمتعه. يعني انا يعني كثير بفضل هذا النوع من التصوير. ايضا بننتقل لصابرين. يعني احنا شفنا
أنواع مختلفة بيحبوا يصوروها ضياء وأسماء. شو الصور اللي بتحبي تركزي عليها أنت يا صابرين؟ يعني أنت قبل شوي حكيتي إنه في إحنا كتير عندنا شغف، والكلام اللي حكيتيه جدا صحيح وصادق، إنه إحنا نشوف الداخل الفلسطيني، بس هل فقط نشوف جماله ولا نشوف بعض الجوانب اللي مش كتير إحنا حاسينها؟ طبعا كمصور لازم نرجع للتعريف الأساسي للمصور. شو التصوير؟ التصوير اللي بده المصور اللي عنده مصداقية بيتخذ الكاميرا كعين الحقيقة. لازم تنقل الصورة الصحيحة، الصورة بكل حذافيرها بكل مصداقيتها. فأنا حكيت إنه في جمال عندنا للطبيعة وللأماكن وللقرى القديمة والقرى المهجرة والبيوت الجميلة والعقود الموجودة عندنا. لازم هاي توثيقها، وهاي بيقع على عاتق المصور نفسه. ولكن من جهة أخرى فلسطين هي دولة بلد جريحة. يعني لما حكت أسماء قبل شوي على الأطفال، أنا كمشاهد أكثر صورة بتوجعني هي صورة طفل موجوع، لأنه رح يعبر عن وجعه وعن ألمه بكل صدق بكل براءة. مش رح يحاول يكبت ألمه ولا رح يحاول انه يتصنع انه الدمعة. فالدمعة بتطلع من عينه، بتطلع بكل صدق وبكل ألم رح توجع اللي رح يشوفها. وهذا اللي شفناه بالفترة الأخيرة بالحرب الأخيرة اللي كانت على غزة. يعني أكثر الصور اللي كانت تظهر كان صور الأطفال وصور الألم الموجود. حتى المشاهد يعني الصغير كبير تصل الصورة بكل سرعة، الصورة طيب. تصل قبل الكلمة. صابرين، بتحسي في ميزة خاصة للصور بشكل عام اللي بتطلع من المصورين الفلسطينيين باختلاف أماكن تواجدهم في غزة، في الضفة أو في الداخل المحتل؟ في شيء معين بيجمعهم أو بوحدهم؟ أكيد إحنا كلنا شعب واحد، معاناتنا وحدة. إن اختلفت أماكننا واختلف تواجدنا، ولكن إحنا عندنا معاناة وحدة وألمنا واحد. برغم إنه أنا مثلا لما حكيت في الأول إن بصور الطبيعة بلاد والأماكن الجميلة اللي هون، ولكن كمان هون في قهر، وكمان في هون اضطهاد وفي قمع، ودائما ويوميا ممكن تلاقي بأي مشهد. يعني برضو ضياء حكى عن إن المصور لازم يصور المشهد في عينه قبل ما ينقله للكاميرا، وهيك ساعتها بنتقل بصورة سريعة للمشاهد. فأنا لما بدي ألاحظ أمامي مشهد فيه قمع وفيه اضطهاد، لما بدي أنقله بصورة صحيحة رح يصل بصورة كبيرة، بصورة قوية للمشاهد. فالألم موجود بال48، موجود في غزة، موجود في الضفة، موجود كمان عند المغتربين برا. حتى لو شاهدنا صورهن، الصور الفوتوغرافي للجميع، رح تلاقي بالنهاية انه في محور بجمعنا اللي هو محور الألم والوجع الفلسطيني. طيب. رغم من انه في عنا محاور جدا عديدة للتصوير وانذكرت. طيب ضياء، ايش في غير الألم والمعاناة ممكن يوحد المصورين الفلسطينيين على الجانب الآخر؟ يعني على الفرح. الفرح مهم جدا. يعني صح، احنا عشنا الفترة الأخيرة، الفترة كانت كتير صعبة وكتير مؤلمة إلنا ومؤلمة لأهالينا كمان. برضو في عنا كتير، احنا غزة جميلة جدا. يعني غزة بين قوسين بنقدر نقول عنها كالقلادة الخضراء على جيد الرمال الصفراء. في عنا كتير مظاهر جميلة. يعني صح، الحمد لله اللي ربنا كرمنا، عنا بحر، الواحد بيروح بيصور البحر. مع ذلك برضه في عنا احنا كثير الاراضي والفلسطين خضراء فعلا زي ما حكت الاخت صابرين وجميله. يعني انا على الصعيد الشخصي لما اكون شاعره بلحظه انه غزه ما فيها ضايل شيء جميل، وتطلع على بعض الصور صحيح. ترجع تستعيد نفسيه الفرح ونفسيه الصفاء. صحيح. يعني عندنا الاطفال، براءة الأطفال هي موجودة. يعني فعلا هو كالصفحة البيضاء كمان أيضا. في عنا كتير كمان. يعني غزة كل يوم صح بتزيد مباني وبتزيد سكان وبتزيد زحمة، لكن برضه بتضل حتى زحمتها جميلة. الأمانة يعني كل الأمور عنا الحمد لله تمام. يعني كل المصورين الفلسطينيين بيحبوا الحياة. طبعا كلنا بنحب الحياة صحيح. رغم قديش في ألم في مشاكل وفي معاناة، إلا إنه يعني الزاوية الأخرى للألم هي الفرح.
واحنا بعد مرات لما انا حكيت لك هي الصوره احساس، انا لما احس الصوره او صور ناس مثلا خريجين مبسوطين، شباب كثير مبسوطين بيلعبوا، الاطفال مثلا، اكثر صوره بتعجبني لما يكون في عندنا راجل وست وعيلتهم قاعدين على البحر، يعني بتحس فعلا انه انت بتستشعر الموقف. يعني شوفي، تصوير اللقطه هذه مهم جدا. انا بجسد يعني اللحظه الحقيقيه فعلا للناس، للعائله المبسوطه اللي قاعده على البحر، يعني فرح. الفرح ما بنقدرش يعني الواحد ينكره. طيب أسماء، كل الشيء اللي قاعدين بنحكي فيه دليل على إنه التصوير مش مجرد امسك كاميرا والتقط مجرد لقطات عابرة، لكن إحنا بنلاحظ إنه بالفعل تزايد بشكل عام أعداد الماسكين الكاميرات وبيلتقطوا الصور في كل المناسبات. هل فينا نقول إنه التصوير صار مهنة أو هواية من لا هواية له، أو هو مجرد موضة في منه؟ كلامك جزء منه صحيح، لكن احنا ما بنمنع اي بني ادم من انه يمارس اي نشاط هو بحبه او بده اياه. هون بتبدا لحظه انه انت كمصوره تتميزي، ليكون لك رؤيه معينه، اسم، يعني يشوف الحدا اللي يشوف الصوره هاي يحكي انه هاي صورتك. هون بيبدا التحدي، يعني بظل الاعداد المتزايده لمحبين التصوير وحاملين يعني الكاميرات. بالنسبه لك هذا الشيء مش إشي مزعج، بالعكس خلينا ننظر نظره ايجابيه. يعني ما بدنا نمنع اي حدا يحمل كاميرا، بدنا نخلي انه احنا نكون متميزين. حتى كمان نقطة تانية، الأعداد المتزايدة هاي ربما بتخلي الناس يحكوا إنه هذا فن مبتذل. للأسف هاي رأية كتير سيئة أو غلط. اللي بعض مصورين للأسف ما بيلتزموا بأخلاق المهنة ولا بالآداب العامة، يعني فهم بيشوهوا هاي المهنة أو هذا المجال. فمن هون بيبدأ التحدي إنك أنت تكوني بأخلاقك محترمة هذه المهنة أو هاي المجال اللي أنت بتمارسي فيه، وبنفس الوقت تسعي لتتطوري وتتميزي لحتى تكون إلك، يعني إلك مكانتك في هذا المجال. طيب ضياء، يعني إحنا بنحكي الآن عن مصورين شباب غير منتمين لمؤسسات معينة بشكل كامل، فريلانس، المصطلح الدارج مصور فريلانس. طيب خلينا نحكي عن هذا الموضوع، حرية ولا صعوبة؟ والله هو المصور اللي في فريلانس مش حرية ومش صعوبة. طب خلينا نحكي ايش في يعني ميزات وايش في سلبيات. هو في بحد ذاته يعني بيكون بس حر شوية، فيش له قيود، لكن له مصاعب ومتاعب كتير. كتير بيتعب الفريلانس هذا، يعني ما فيش. بشو بيتعب؟ خلينا نحكي ابرز الاشياء اللي بتتعرض في كل إشي. يعني على سبيل المثال في مثلا فعالية صارت اليوم في رشاد الشوا، كل المصورين أصحاب الوكالات بيجوا يصوروها. أنا كمصور فريلانس حابب أروح أصورها، بتلاقي في مشاحنات ابعدوا. يعني بصير بعض مرات المصورين الوكالات يعني بتلاقيه أنا مش عجباني النظرة، بصير ينظر إلا بنظرة استحقار، نظرة استصغار. ما بنفعش يا أخي، ما أنت برضه كنت زينا صغير وأسمى بتهز براسها كمان بتواجه هذا الشيء. يعني أخي ما أنت كنت صغير زينا وبديت واحدة وكبرت، بنفعش. أنا أنا شوفي أكثر إشي بقدر أعمله إنه أنا أحترم نفسي وامشي وفق ادبيات معينه وادبيه لكن زي ما قلت اسمع، مش من حق حدا يمنع حد. صحيح، ما انا لا هو بيقدر يمنعني ولا بقدر انا امنعه. طيب. هذه فعاليه جايه واحنا رايحين نصورها. في نفس الوقت في عندنا كمان مصاعب. يعني انا عندي كاميرا مثلا على سبيل المثال كانون، على قد حالها مش كتير يعني احترافيه. في نفس الوقت هو في عنده وكالته بتوفر له كاميرا سيارة، مش مضطر يدفع مش مضطر تكلفة عشان يحدث. بس بيجي بياخذ الصورة وبيجي مروح وصار خلص، يعني الأمور عنده تمام. أنا كمصور لا، بجي بتعب في سعر الكاميرا مثلا، وأنا أنا بحوش مثلا فلوس عشان أجيب كاميرا. برضه هذه الأمور المادية، الصعوبة هذه مهمة جدا يعني. طبعا صح، مش صح في مصورين كتير وشايلين كاميرات، بس برضه بيتعبنا من نجيب الكاميرا. في نفس الوقت كمان عندنا الحاجات الثانية، يعني هو بياخذ الصورة ببعثها على الوكالة الخاصة فيه، بتصير خرس ممتازة وصورة اليوم أو هايلايت عنده أو توب بيكس. ضامن النشر والمديح بعد النشر. والمديح صحيح. أنا باخذ نفس الصورة لكن بصيرش شيء. هذا صح بيعمل لي إحباط، بس في نفس الوقت بنبسط لأنه أنا إجيت في نفس المكان وشفت صورته هو وصورتي أنا.
هذا بيعمل لي برضه تعزيز وثقة في نفسي أكثر إني لكن أنا هو أستمر. صار أسهل طبعا إنه ينشر صورته. هو أسهل طبعا، ابن وكالة وماشي في البلد ومع سيارته وأموره تمام. طيب احنا راح نكمل الحديث عن هذا الموضوع وخاصة عن التسويق للنفس، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من شباب للوطن من غزة، ونتحدث عن المصورين الهواة الشباب في فلسطين. أسماء، قبل الفاصل قلنا سنتحدث أكثر عن التسويق للنفس، أنه ضياء مثلا تحدث أنه مصور الوكالة مش محتاج يبذل الكثير من الجهد، بيروح على المكتب يبعث الصورة فبتنتشر بطبيعة الحال. كيف الوضع مع المصور الحر الغير منتمي للمؤسسة؟ شو بتعملي علشان تضمني أنه صورتك تنتشر وتأثر؟ هلا مصور الوكالة يوما ما كان فريلانس، تعب وصل لهذا المركز، ففعليا انت بدك تتعبي لحتى يصير عندك شغل فول تايم مع وكالة او اي جريدة او اي وسيلة من وسائل الاعلام. هلا بالنسبه للفريلانسرز اللي في غزه، في حاجه اسمها الستوك فوتوغرافي اجنسيز، هي هاي للفريلانسرز. ممكن يسوق لصوره في هاي الوكالات. جربت تخوضي تجربة التسويق في هاي الوكالات ولا لسه؟ ليس بعد، يعني هي المفروض هي هاي المرحلة أنا أفوت فيها، لكن صارت عندي ظروف توقفت مؤقتا في التصوير الفوتوغرافي. طب شو في طرق تانية أيضا للتسويق لصورك؟ هلا الآن قضية التسويق هي عبارة انك انت تعرضي صورك للعالم وبرضه تتقاضي اجر. ممكن المعارض، ممكن مشاركة في مسابقة معينة، يعني كله بيؤدي. كمان بتصور مواقع التواصل الاجتماعي صارت فتحت مجال اكبر لهذا الموضوع. نوعا ما السوشيال ميديا عملت دور وبتأدي دور، لكن بتقف عند حد معين. يعني لما يكون عندك فان بيج بتنشر الصور عليها، اوكي طيب انا بضل انشر وبعدين يعني انا واجهتني هاي يعني القضيه، انا بنشر طيب وبعدين انا شايفه انه صوري مكانها مش هون بس، مش بس بالسوشيال ميديا. يعني ممكن تكون في وكالات، ممكن يعني من كتر ما هي جيدة أنا شايفاها أو ممتازة ممكن تنزل في تصنيف أسبوعي لمجلة عالمية مثلا. فهاي نقطة كتير مهمة، كتير من الفريلانسرز بيواجهوها. بس في ناس طيب. بتثبت جدارتها، بتتعب، بتروح للوكالات، بتحاول تقدم صورها. يعني هيك. طيب صابرين، انت بدورك كيف تعبتي لحتى انه احنا اول ما بدينا نعد لهذه الحلقة ندور على اسماء مصورين ومصورات شباب، اسم صابرين كان واضح جدا ما بين هؤلاء الشباب، فكيف تعبتي على حالك لحتى ايضا وصلتي لهذه المرحلة، وكيف بتحاولي تسوقي لصورك؟ هنا بيجي دور المصور كيف بده يبني نفسه. لازم أنا حكيت بالأول عن إنه في كثرة من الهواة والمحترفين، في مصورين كثير اليوم ممكن أي إنسان معه كاميرا حتى على الموبايل إنه يصور، ولكن بيختلف لو أنا حتى عن طريق موبايل أخذ الزاوية الصحيحة، التايمينج، أختار صورة تكون مميزة حتى لو كانت بطريقة تصوير بسيطة وسهلة زي الموبايل. المصور الذكي لازم تكون له البصمة الخاصة فيه، لازم يتميز، يدور على الإبداع، يفتش على الإبداع. كمان لازم يبني ثقافته الفوتوغرافية. مش إنه الكاميرا مش هي اللي بتصور، الإنسان اللي وراها اللي خلفها هو اللي بيصور. أنا كيف بدي يعني كيف عيني بدها تشوف الصورة وهي اللي تنقلها. طب أنت شو طرقك يا صابرين لحتى تسوقي أكثر لصورك؟ إذا إحنا بدنا نخلي الجيل القادم أيضا من المصورين اللي قاعدين بيشوفوا الحلقة إنهم كمان يستفيدوا. في فلسطين برغم إنه موجود عندنا مواهب عديدة وفي عندنا طاقات إبداعية رائعة، لكن في عندنا فقر من الدعم للمصورين الموهوبين والهواية التصوير عندنا. طيب. فيش دعم من مؤسسات، ولكن حتى أقدر أبني شخصي ونفسي كمصور ممكن معارض محلية، ممكن أنا أفتش إني أشارك في معارض عالمية. جربت تشاركي بمعارض يا صابرين؟
معارض محلية. أنا بعرف كمان إنه في ممكن تطوري مشروع أنت تفتكري كمصور، زي مثلا كيف حكت أسماء إنه أنا وصلت ماشي بنشر على السوشيال ميديا وهيك، بس شو بعدين؟ بعدين أنا بفكر بمشروع معين بطلع فيه بصور من الألف للياء، وممكن ساعتها وكالة أو أي مؤسسة اللي ممكن تدعم هذا المشروع تشتري وتقدر تسوي فيه يعني بصورة أكبر. ضياء، يعني تقريبا انت موافق صابرين على معظم اللي حكته، خاصة نقطة الدعم. شو طبيعة الدعم اللي انتم محتاجينه كمصورين شباب؟ والله احنا بالنسبة للدعم يعني احنا بعد مرت عنا بيكون عنا نقص في معدات التصوير. زائد انا عندي نقص في ترويج الصورة اللي انا بصورها. انا بدي دعم، مثلا إن الصورة اللي اصورها لها سوق، بدي اسوقها مثلا. طب كيف ممكن الجهات اللي بدها تدعم انها توفر هذا الشيء؟ شو تعمل مثلا؟ تعمل معارض، تعمل مسابقات؟ يعني من خلال المسابقات والمعارض هي انا ممكن اصل للي بدي اياه مثلا. صح السوشيال ميديا نقطة بنوقف عندها وبعد كده ما فيش اي شيء جديد، يعني الناس صارت تزهق بعد مرات. صح. لكن انا من خلال معارض، من خلال مسابقات انا ممكن ادخل فيها، بتخلي يعني بتعمل يعني بصير لك اسم انت مثلا. انه صح والله في ضياء شارك في مسابقة، صح يمكن ما نجحش لكن برضو احنا صرنا نعرفه في الدائرة هذه. في المعارض مثلا انت بتفتح افاق جديدة للناس يشوفوا ايش شغلك. في عندنا كمان الكاميرات مثلا، عندنا هنا كتير سعرها غالي. سعرها كتير غالي. انا ممكن لو بدي احوش لكاميرا احترافية زي مصور الوكالة تكلفني كتير، فانا بصير بعد مرة عندي تضحية بإشي من اجل إشي. طيب كمان أسماء، يمكن في صعوبة عند المصورين الفلسطينيين خاصة بقطاع غزة إنهم هم كمان ينطلقوا للعالم الخارجي، ياخذوا صور من برا أو يطلعوا هم وصورهم برا. لو تحكي لنا قديش هذا الموضوع بيأثر كمان على هذا المجال؟ فعليا تكوني في قطاع غزة، في قطاع محاصر، نقطة كتير رئيسية من المصاعب اللي بتواجه أي مصور أو حتى أي صحفي أو أي فنان موجود في قطاع غزة. من ناحية أول مثلا يكون في جائزة هو فاز فيها، مثلا مراسم تكريم أو استلام الجائزة بتاريخ معين ما يتناسب مع الأوضاع السياسية اللي إحنا بنمر فيها، مثلا إغلاق معابر. هاي نقطة تانية مثلا يكون في عنده زمالة أو مشروع تدريب للوكالة اللي هو بيشتغل فيها، أو حتى برنامج هو شارك فيه، يعني تبادل ثقافي مع مصورين عالميين. برضو الإغلاق والمشاكل السياسية والإغلاق المعابر برضو بيلعب دور كتير كبير. يعني بعرف ناس أو مصورين كتير تأثروا بهاي النقطة، يعني كان مفروض يروحوا على وركشوب عالمية في تاريخ معين، تأخروا ممكن أسبوع أو ما أدري قديش بسبب إنه المعبر مسكر، أو مرة على مرة بيعمل تراكم من غياب المصور الفلسطيني، غياب وجوده هو، مش يعني صورته بتكون موجودة ربما صحيح. بس وجوده هو. طيب ضياء، في أحيانا أو في كتير مرات بتهموا المصورين الفلسطينيين إنهم بيركزوا على الصور اللي فيها دم، أشلاء، دمار، خاصة إذا بدنا نحكي عن تجارب الحرب، مع إنه نفس المصورين بيقولوا إنه مش دايما هي هذه الصور اللي بحبها الناس. شوفي هي يعني احنا عشنا الحرب. كنا نركز على نوعين من الصورة. النوع الأول إظهار جريمة الاحتلال وبشاعته في المواطن الفلسطيني البريء. يعني أغلب الناس اللي كانت يعني كلها دم، نساء، كبار سن، أطفال. يعني هذول في كتير صور يعني الواحد ما بقدرش يطلع فيها، لكن أنا في نفس الوقت يعني مش حابب إني ما انشرهاش، أنا حابب انشرها عشان أوري الناس. بس كان في صور قاسية جدا خاصة في الحرب الأخيرة. أي نعم صحيح، الحرب الأخيرة كانت شرسة جدا. أنا في نفس الوقت كنت يعني الصور هذه مش حابب إني أنشرها عشان ما تعملش ضجة لبعض الناس أو بعض القلوب الضعيفة أو الناس اللي بتحبش تشوف الدماء، لكن في نفس الوقت دوريهم إنه هي الاحتلال، هي شغله، هي اللي بيعملوا على أرض الواقع. في نفس الوقت في نوع ثاني من الصور يعني اللي كانت كتير يعني هي العاطفية اللي كانت تأثر كتير. لما يكون في صورة أهل شهيد، أم وأخ وأخت مع بعض، هذول يعني كانت صورهم كتير متعبة كتير. الحالة النفسية تاعتهم هي اللي بتجيب أو هي
بتأثر في المشاهد الغربي. معينة لساتها مأثرة فيك في مثلاً؟ صور كتير يعني أنا بتذكر صورت صورة لمسعف راح يسعف أولاد، يعني راح يسعف، صار في إشي، في قصف وفي شهداء، راح يسعف لقى الضحية اللي هم أولاد أخوه الشهداء. فهذه كانت كتير مؤثرة كتير جدا. في نفس الوقت كان في عنا في رفح صورة طفل شهيد اسمه سليمان الظهير، أعتقد إن ما كنتش يعني ناسي، فكروه مستشهد، بعد شوية يعني صرخ لقوه بخير طيب. يعني هي من الصور يعني اللي ما زلت أذكرها. في كتير عنا كانت صور دمار، صور كتير أشلاء. الصور نفسها يعني كانت تعملنا بعد مرات حافز إنه إحنا نستمر في إظهار الحقيقة. صابرين، يعني أنت بتصور أنه كونك مصورة من الداخل الفلسطيني المحتل، مصورة فلسطينية، أيضا معركتك شرسة جدا، بغض النظر أنه ما في قصف مباشر، دماء مباشر، بس في معاناة كتير كبيرة من نوع آخر. شو أيضا الصور اللي بتحسي أنه لازم أكتر التركيز عليها، وطبيعة هذه الصور اللي ممكن تصل للمشاهد اللي بيعيش سواء في الكيان الإسرائيلي أو بيعيش في أي بقعة من العالم؟ مثل ما حكينا، الصورة هي أقصر طريقة إن توصل الحقيقة لأي شخص ممكن يشوف. فعندنا مثال بسيط بس يذكرني اليوم، المواجهات اللي صارت في الأقصى. نعم. يعني أكثر من 200 قنبلة انقذفت بس في الأقصى هناك. فتخيلي الحجم الكارثة الكبيرة الموجودة، والناس لما بدهاش تشوف صورة، بدهاش تشوف بالضبط شو صار، فمش رح تصلهن الحقيقة. من جهة أخرى المساجد اللي بتتدمر، الاستيطان اللي قاعد يصير، أي عملية اضطهاد بتصير في الداخل ومش عم يتم نشرها بصورة صحيحة، مش رح توصل لأي حدا. والناس وكثير ناس بتفكر إنه إحنا موجودين في الداخل فإحنا مبسوطين وحياتنا تمام يعني. بالنسبة بحمش أعلق على الحكي اللي نذكر قبل شوي، إنه صور الأشلاء واللي صار بالحرب على غزة. الصور هاي قوية جدا، ومثل ما حكى ضياء إنه ممكن المشاهد إنه طوال ما يقدرش يطلع وما يطلعش بالصورة، ما يشاهدش الصورة، إنه يعني مجرد إنه يقلب يعني يغير الصورة. فيعني هي مطلوبة وإجباري تكون موجودة كتوثيق. ولكن الصورة اللي كانت أقوى طبعا، يعني رحم الله كل الشهداء، والصور اللي كانت الأشلاء والدماء جدا جدا مؤلمة لكل إنسان طبيعي اللي يمارس إنسانيته قبل أي شيء ثاني. الصور الثانية اللي كانت مؤلمة جدا واللي فيها رسالة أقوى، واللي الناس عن جد تتفرج وتشاهدها وتتأمل فيها وممكن تأثر. يعني أنا كأهل كمان ممكن يعني أطفالي كانوا يشاهدوا الصور اللي زي ما حكى ضياء، لأم الشهيد، لأخو شهيد، لوالد شهيد، أو لطفل بيمسك إيد أمه الشهيدة اللي بده يكون معها وبحضنها. أكثر مما كنت أسمح لهم إنه يشوفوا مثلا صور الأشلاء، عنها صور حقيقية وواقعية. طيب، يعني أسماء، إحنا تقريبا كلنا متفقين على هذا الموضوع، لكن مع ذلك بنجد إصرار من المصورين يمكن أحيانا على بعض هذه الصور. طيب بالتالي يعني بدي أسأل، هل دور المصور بينتهي بعد التقاط الصورة ونشرها، ولا كمان ممكن أحيانا السياق والتوقيت اللي بينشر فيه مرات بيخلي بعض الصور مقبولة؟ بالضبط، التوقيت كتير مهم. يعني مثلا لو تحكي لنا مثلا عن نماذج، أكيد مريتي ببعض هذه التجارب. لما انت تختاري الوقت المعين انك تنشري فيه الصورة يكون مناسب، طبعا التأثير رح يكون اقوى. يعني مثلا تاريخ حادثة معينة، ما تحكي مثلا عن انتهاك او مثلا تاريخ حفظ حقوق الأطفال أو انتهاكات عالمية لحقوق الأطفال. بهذا الوقت مثلا أنت اشتغلتي على قصة لمعاناة الأطفال في غزة وكيف إنه حقوقهم منتهكة، وبهذا التوقيت مثلا أشرتي بمجلة أو أي مكان، يعني يمكن الصورة بصير لها أهمية أكبر. بالضبط، بصير يعني في قابلية إنه إحنا نشوفها مهما كان فيها من مشهد، وبتكون you're insisting on this يعني in this issue. يعني فكتير مهم التوقيت، والمصور اللي عنده رؤية بيشتغل على هذا الموضوع. يعني ممكن يكون إنه خلص أنا أخذت هاي الصورة قضيت عليها أجر ونشرتها وخلص، لا،
اللي عنده رؤية معينة وبهمه أو كتير معني بقضية معينة، مثلا نحكي عن القضية الفلسطينية وكتير أشياء بتندرج ما بيكتفي بمجرد التقاط الصورة بالضبط، يكون عنده دافع من داخله يعني ينشر هذه القضية ويشير إليها بالمحافل العالمية. طيب ضياء، كانت لك فرصة أنك تشتغل بالحرب الأخيرة، أنت كمصور حر، أول شيء يعني لماذا خاطرت بحياتك وشفنا كل الصعوبات وقساوة الحرب الأخيرة، والآن بعد انتهاء الحرب كيف بتقيم هذه التجربة؟ والله تجربة الحرب كتير كانت صعبة. كنت قادر أنام يعني وأتابع من خلف شاشة الكمبيوتر، لكن حبيت أني أشارك، أكون في أرض الميدان. أرض الميدان بيختلف تماما كتير عن أنه إحنا نكون في بيتي وأتفرج وشاهد. لا، هي الحقيقة إحنا قضيتنا كتير صعبة، فلازم نعيشها بحذافيرها. أنا لما نزلت الحرب كتير حكوا لي ليش انت نازل، خليكي اهبل. اذا ما نحكي بالمعنى المادي انه ما في مؤسسه تكفل توفر لك سياره يعني مصفحه، ما فيش عندك مثلا رغم انه يعني كان في انتهاك للمحرمات، كان حتى في كتير يعني اليهود في الحرب هذه ما خلوش حدا. ضابط الاسعاف قصفوه. بس برضه انه بنحكي يعني الاحتياطات، برضه الاحتياطات هي واجبه، لكن احنا ما كانش عندنا احتياطات. احتياطنا كانت يعني بس ربنا معانا وخلاص، ربنا معانا واحنا ارادتنا قويه. أنا كنت نزلت الميدان من أجل إظهار الحقيقة. إظهار الحقيقة هذا بتعلق يعني بأمور كتير يعني هي عقائدية في الأساس. إنه أنا عندي اليهود بضربونا وبقصفونا وبحاربونا، وكتير في جيراننا العرب مش ماخذين بالهم. فإحنا كنا كتير ننزل نوثق، في عندي شهيد، في عندي إصابات. خطرت أنا وزملائي الصحفيين، نزلنا كانت خزاعة لسه في خان يونس، شرق خان يونس، لسه ما زالت يعني الجيش فيها. الهدنة كانت سارية على كل قطاع غزة ما عدا أظن خزاعة والشمال والشجاعية. فإحنا نزلنا نشوف إيش الوضع، إيش صار، إيش آخر التطورات اللي صارت. بمجرد ما قربنا على أقرب نقطة طخوا علينا الدبابة. يعني ما بعرفش إحنا كنا حنكون هنا ولا وين ساعتها، لكن الحمد لله ربنا لطف وقدر. هذا يعني من المواقف الصعبة جدا. في موقف تاني كنا مع زملائنا في خان يونس في مكان يعني في الشارع، بعد ما روحنا انقصف البيت، ما كانش فيه له لا تحذير ولا إشي. يعني ربنا اللي بيسلم. فرق توقيت، يعني فرق توقيت يعني صغير جدا. هي اللي صار، لكن احنا عندنا الدافع، لازم ننزل الميدان ونصور، والحمد لله يعني الامور. طيب انت بتكون بتصور بجو توتر، بجو سرعه طبعا، لكن كمان بيكون في لك مجال انك تفكر بالتقاط هذه الصوره هذا الصوره لا طبعا، ولا بعدين بتلتقط بعدين بتختار؟ لا هو بصير توثيق لكل الواقع، لكن في صور اهم من صور. في يعني الصور المؤثره والصور اللي يعني توقيت الصور برضه كمان له بيلعب دوره هنا في هذه المرحله. يعني صار واحنا ماشي، واحنا بعد ما طلعنا من المكان هذا او من الشارع وتم قصف البيت اللي كنا في الشارع اللي احنا فيه، ما فيش يعني صار في عندنا ايش ضجه، الناس اجت. هي توقيت التقاط الصوره هذه، ما بينفعش انا اسيبها واقول لا بدي اخذ صوره ثانيه، لا. اجى الدفاع المدني، اجى الشرطه، اجى الاسعاف، هي برضه توقيت مناسب لالتقاط الصوره. في عندنا كمان صارت اصابات، هي نقلتها برضه الصوره، هي في عندي توقيت مناسب في نفس اللحظه. فالامور كانت كثير معقده وكثير متوتره جدا، والحمد لله يعني ربنا سلمنا وسلم الوطن. لو لا سمح الله تكرر العدوان على قطاع غزة، بترجع بتصور بنفس الطريقة ولا تعلمت شيء جديد من تجربتك؟ لا طبعا لا، أنا حرجع أصور لكن بآلية تختلف عن الآلية اللي كنت فيها. يعني الواحد الحمد لله صار يعرف وين في شيء أهم، في صار يعني هو البحث والتطوير هو علمنا برضو كمان. أنا مثلا كنت يعني شوية في عندي نقص خبرة، لأنه أول مرة أعيش الحرب هذه، أو أول مرة أشتغل. الحرب اللي فاتت عشتها كمواطن فلسطيني، لكن ما كانش معي كاميرا أو ما كنتش بمارس دوري كصحفي صحيح في مكان الخطر. ما كنتش مجرب أن أكون في مكان الخطر، كنت يعني شوية يعني متابع عن بعد. لكن الحرب هذه عشتها. لو اجت حرب ثانية لا قدر الله، الأمور حتكون مثلا بالنسبة لنا كمصور الوضع يختلف تماما. حيصير احنا صار عندنا خبرة أصلا. بستخدم آلية، حاول إني أشوف لي مثلا وكالة أو جهة، يعني الواحد يضمن حمايته ويضمن أموره اللي تكون ماشية.
طيب أسماء، أنت ما اشتغلتي أثناء الحرب، ولكن شفتي كل الصور تقريبا أو كثير من الصور اللي أنتجها المصورين والتقطها. نظرتك لهذه الصور كمان صارت بتختلف عن نظرة أي حدا عادي للصور؟ أكيد، يعني كيف؟ عن نفسي بحكي، وصلت لمرحلة أعرف أي صور مطلوبة، أي صور متقنة، أي صور هي اللي فيها قضية معينة، رسالة واضحة ممكن نستخدمها بشكل عالمي. شو في صور أثرت فيك أيضا من خلال أكثر الصور اللي أثرت فيه حسيت إنه فيها أهمية لأنها تنتشر هي التي تلمس الجانب الإنساني في هذه الحرب. لما نركز على الأطفال، لما أشوف صورة أبناء أو أطفال صغار بيبكوا في جنازة أهلهم اللي صار عندهم مجزرة كاملة، أهلهم كلهم توفوا، هم ضلوا عايشين بيبكوا بحرقة. طب هذه صورة أنا خلتني شخصيا أبكي لما أشوفها. صورة البنت يعني طفلة هي جميلة، لكن بسبب الشرابنز والقصف اللي صار حرام تشوه منظرها مثلا. طيب صابرين، كمان في الداخل المحتل في مواجهات ولكن من نوع آخر. يعني حضرتك قبل شوي حكيتي عن مثلا مثال عن القدس، مع انه حتى القدس قديش فيها مشاكل وقديش فيها حارات يمكن حلوة وأشياء حلوة إحنا بنحب نشوفها، إلا إنه صورة قبة الصخرة على سبيل المثال الذهبية اللامعة هي حتى أكثر صورة مشهورة. بالتالي كمان بتحسي بالداخل المحتل بالقدس شو أكثر الصور اللي لازم تاخد أكثر اهتمام لحتى تبين جوانب أخرى للفلسطينيين ولغير الفلسطينيين؟ أنا بالأول بحمد ربنا إنه الناس بلشت وعيها يكتر يعلى يرتفع أكثر من الأول. اليوم صاروا ينتبهوا، صاروا يركزوا، صاروا يعرفوا أكثر، يشرحوا لأطفالهم. صرت تلاقي الطفل بالحارة بيجي بيحكي لك إنه في اليوم اقتحامات في الأقصى، اليوم سكروا البوابات، منعوا المسلمين يدخلوا مثلا يصلوا، وكان في المستوطنين مثلا دخلوا، ولكن في المرابطين هناك دافعوا عن الأقصى ومنعوهم يفوتوا. رغم إنه بالفترة الأخيرة جدا جدا كانت عنيفة المواجهات اللي هناك، وكثير مرات كان يتسكر بوابات الأقصى حتى للنساء للأطفال للكل. ممنوع الصلاة في داخل الأقصى، تقفل الأبواب. طيب لكن يعني في كثير من المصورين صابرين، في كثير من المصورين الإخباريين بيكونوا موجودين في المكان وبيلتقطوا مجرد موضوع المواجهة أو صورة جندي إسرائيلي مقابل طفل فلسطيني أو مسن، لكن أنت كمصورة هاوية بعيدا عن الأخبار وزحمتها وجديتها، شو هي نوعية الصور اللي أنت ممكن تلتقطيها بشكل مختلف وتوثق المعاناة؟ بالأقصى أنا أو بالقدس أنا بحب أصور جمال القدس، جمال العلاقات الإنسانية اللي موجودة، جمال الإنسان، الرجل العجوز اللي موجود هناك، المرأة اللي جاي من النقب حتى تصلي في القدس. يعني قبل يومين كان في مجموعة كمان من غزة صحيح اللي موجودة تصلي في القدس. فهذا إشي لازم إحنا ننقله، نحكيه ونصوره عن طريق الصورة. أنا لاحظت عبر الصور إنه يمكن حتى كعك القدس كان كتير مميز، كانت صورة دارجة، يعني أبسط التفاصيل. صحيح. طيب ضياء، إن شاء الله كلنا بناكل كعك القدس هناك وبنتصور، لأنه عن جد تفاصيل نفتقدها بحياتنا اليومية. ضياء، وين شايف حاله في المستقبل القريب والبعيد؟ والله هو لكل إنسان يعني هدف. شو أهدافك؟ شو وين شايف حالك في مجال التصوير؟ والله أنا كثير حابب مثلا أصل لمرحلة أكثر من اللي أنا فيها من خلال التطوير والتدريب والمشاركة في المعارض الدولية والمحلية والمسابقات. في نفس الوقت يعني أنا بشكر كثير المتابعين اللي على الفيسبوك والإنستغرام، برضه هذه الوسائل كثير أنا بشكرهم اللي كل يوم بيزيدوا وكل يوم بيتابعوا. في نفس الوقت الواحد يعني نفسه يطور من نفسه للأفضل، يطلع برا البلد، مش انه يسيبها، لا يطور نفسه برا البلد ويصير مصور اكثر شويه يعني للطبيعه. الطبيعه كثير حلوه عندنا، طبيعه كثير حلوه كثير. فضياء يعني ان شاء الله بكون يعني اكثر مما هو عليه، بنشوف صور اكثر فرح واكثر تفاؤل، اكثر فرح واكثر ايجابيه كمان. ممتاز. ان شاء الله.
بس بدك شوية إمكانيات شوية ماديا والمزيد من الدعم المعنوي. هي هذه إن شاء طيب. الله. أسماء، كمان وين شايفة حالك؟ نفس السؤال لكن بضيف عليه، لما بيجيكي إعجاب بصورك على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان هل بس بتزيدك دفعة إنه أنا أستمر، ولا كمان ممكن يبعثوا لك الناس بعض الملاحظات اللي تستفيدي منها بشغلك؟ أكيد اللايك له أهمية، خاصة لما تعرف من مين جاي. لما يكون مثلا مصور وكالة عالمية وله مكانته في مجتمع بالتصوير بشكل عام، عن جد بتحسي بالثقة بالنفس، ويعطيكي دافعية إنك تكملي، يعني بيعطيكي سعادة كتير كبيرة. بالنسبة إنه وين شايفة حالي، إن شاء الله بوصل لمراكز كبيرة، وبيكون يعني إلي اسم معين، وإنه أشارك بورشات عمل تبادل مع مصورين عالميين لتبادل خبرات. كمان إن شاء الله ربنا يوفقني في دراستي. طيب. اللي هي بعيدا عن التصوير، بعيدا. حتى صابرين بتشتغل مدرسة ولكن هوايتها التصوير. ليش يا صابرين في فرق؟ فيش فرق. مش فرق. أنا يعني مش بعيد شغلك عن هوايتك، ولا حاسة لا بالعكس إن هم بيساعدوكي بتاخدي يمكن مشاهد جديدة؟ ما فيش علاقة يعني إنه من جهة بتقولي ما فيش فرق، إنه الجهة يعني أنا طموحي في النهاية حابة أنقل الجيل الجديد يصير عندهم وعي فوتوغرافي. وكثير مرات أنا لما بكون برحلات مدرسية بصورهم صور معينة اللي برجع بعرضها عليهم بعدين، وبنحكي من خلال الدرس، بنحكي يا ريت يصير لو كان في دعم عندنا من المؤسسات، بتلاقي الدعم موجود من المدارس، من المدرسة بتلاقي في الطفل صار يعرف التصوير، فنه، الرقي الفوتوغرافي، الفن الفوتوغرافي. يا ريت، أنا حلمي إنه يكون في عندنا بالمدارس هذا الإشي موجود. تمام. شكرا جزيلا لك المصورة الفوتوغرافية صابرين عمري، كنت معنا من الداخل المحتل. أيضا شكرا للمصور ضياء الأغا، وشكرا للمصورة أسماء الخالدي. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الشباب، حياتنا اليومية مليئة بالتفاصيل التي تستحق التوقف عندها للحظات وتوثيقها، لأنه بعد ذلك حينما نطالع صورنا، حينما ننشر صورنا، بالتأكيد ستترك الأثر، والأثر الكبير جدا. فلسطين باتت زاخرة بالشباب والشابات المصورين الهواة واللي في طريقهم للاحتراف. كل ما يحتاجونه هو المزيد من الدعم المادي والمعنوي. هذه هي الرسالة التي أحببنا توصيلها في هذه الحلقة من شباب للوطن من غزة. دمتم بخير وإلى اللقاء.